بتبدأ الحكاية في الصحراء الغربية، وبيكون بيعيش فيها قطيع من حيوانات الحمار الوحشي، وكانوا عاملين حوالين نفسهم سور عشان يحميهم من أي حيوانات تخش لهم. وفي وسط المكان بتاعهم كان في بحيرة صغيرة، ودي كانت المصدر الوحيد للمية عندهم. وزعيم القبيلة اسمه سيكو، ومراته كانت بتولد النهاردة، وفعلا ولدت، بس كلهم بيتفاجئوا إن هي ولدت حمار نصه مخطط ونص أبيض. فالقطيع لما بيشوفوه بيفضلوا يضحكوا عليه وعلى شكله، بس مامته بتاخده وتحتويه وبتقوله إن هو ما يهتمش بكلامهم، وقالت له إن شكله ده هو اللي بيميزه، وسمته كومبا. بس المشكلة إن كان عندهم أسطورة بتقول إن لما يتولد حمار نص مخطط ونص أبيض زي كومبا هيجي معاه حظ وحش، وهيمنع المطر إن هو ينزل، وهيعيشوا حياتهم في جفاف. وفعلا هو ده اللي حصل، وبتبدأ البحيرة إن هي تجف. فساعتها بيقرر سيكو الزعيم إن هما يروحوا يشوفوا مكان تاني عشان يعيشوا فيه. وكومبا بيكون كبر شوية، وكان بيلعب مع صاحبته تومبي، وبرضه كان باقي القطيع بيتنمر على شكله وبيعرفوه إن هو السبب في الجفاف اللي حصل لهم. وطبعا كومبا كان بيتضايق منهم جدا، وكان بيروح يقعد مع مامته، بس مامته كان باين إنها مريضة. وفي يوم كومبا كان جنب السور بتاعهم، وبيلاقي ان ورا السور في حيوانات تانية، وبيطلبوا منه ان هو يدخلهم عشان يشربوا من البحيرة. فكومبا كان طيب قوي وده خلاه يساعدهم، وفعلا ساعدهم، وكان معتقد ان مفيش حد هيعترض من القبيلة بتاعته. بس بعدها بيلاقي ان عددهم كبير جدا، واول لما باقي قطيع الحمير بيشوفوهم بيجروا عليهم وبيطردوهم من الارض بتاعتهم. وفعلا الحيوانات سمعوا الكلام وخرجوا بره الارض بتاعتهم. وفجأة ظهر النمر فانجو، واللي كان خلاص قرب يخش الارض بتاعتهم، بس هم لحقوا وقفلوا السور عليهم تاني. وبعدها القطيع كان بيلوم كومبا على اللي هو عمله، والقائد اللي هو ابوه كان لازم يعاقبه، فخصم منه نص نصيبه من الميه. فكومبا بعدها بيروح لمامته وهو زعلان، بس مش بسبب العقاب بتاع باباه، ده عشان شكله اللي مخليه مختلف عن الباقيين ومخليهم على طول بيتنمروا عليه. فمامته ساعتها بتحكي له قصة عن تاريخ الحمير الوحشية، وبتقول له إن هم زمان ما كانوش مخططين أصلا، لحد ما في يوم واحد خرج منهم عشان يشوف بقية العالم، وبالصدفة نزل في بحيرة سحرية، وبعدها جسمه اتحول لمخطط. ولما رجع القطيع تاني كان مميز عنهم كلهم، بس كلهم راحوا نفس البحيرة ونزلوا فيها، ومن وقتها كل الحمير الوحشية بقوا مخططين. ومامته كان قصدها من القصة دي إن هي تخليه يحس إن هو يبقى مميز ويرضى بشكله، بس هو فهم عكس كده خالص، وفهم إنه المفروض يروح البحيرة دي وينزل فيها ويبقى شكله زي باقي القطيع. فبيروح يدور على طريق عشان يروح بيه للبحيرة السحرية، بس ساعتها بيلاقي القطيع متجمع على حاجة. ولما بيروح كومبا عشان يشوف هما متجمعين على إيه، بيلاقي إن مامته ماتت من المرض، وهي دي الوحيدة اللي كانت بتهون عليه حياته. ساعتها بيقرر إنه لازم يخرج عشان يروح للبحيرة دي ويغير شكله. وفي أول طريقه بيقابل ثعلب اسمه سكالك، فكومبا بيعرفه هو رايح فين. فسكالك بيقوله أنا عندي طريقة أسهل عشان تغير بيها شكلك. فكومبا بيصدقه وبيروح معاه، وطبعا سكالك كان بيكذب عليه وكان واخده للقطيع بتاعه عشان ياكلوه. وفي الطريق بيقابلوا جاموسة ونعامة، والجاموسة كان اسمها في، والنعامة كان اسمها برادل. وكومبا عرفهم ان هو رايح مع سكالك عشان يغير شكله، فبيحسوا ان هو عبيط وبيفهموا ان دي خدعة، والثعلب بيضحك عليه. ولسه ما كملوش كلامهم قطيع الثعالب ظهر، بس في كانت قوية وكانت قادرة ان هي تدافع عنهم وتضرب كل الثعالب. وبعدها قرر كومبا برضو ان هو يرجع تاني ويدور على البحيرة. ففي وبرادل بيعملوا معاه اتفاق ان هم يروحوا معاه ويساعدوه، عشان برضو هم ما كانوش لاقيين مية وعايزين يشربوا، وفي نفس الوقت يدافعوا عنه ويحموه، وكده يبقى المصلحة متبادلة. وبيرجعوا يكملوا رحلتهم ناحية البحيرة. ومن ناحية تانية بيكتشف أبو كومبا إن كومبا مش موجود في القطيع، ولما بيسأل صاحبته تومبي عليه عرفته إن هو خرج. فسيكو بيقرر يروح ورا ابنه عشان يدور عليه. ومن ناحية تانية النمر فانجو وصل لقطيع الثعالب وسألهم عن كومبا، فسكالك عشان ما يخلوهوش ياكله قال له على آخر مكان شاف فيه كومبا، وده المكان اللي هم اتخانقوا فيه. ولما وصلوا هناك فانكو بيستخدم حاسة الشم بتاعته وبيبدأ يدور عليه عشان ياكله، وما بيعرفش يستخدم آثار الرجلين عشان النعامة كانت بتمسح آثار الرجول وهم ماشيين. ومن ناحية تانية كان سيكو لسه بيدور عليهم ولقى آثار رجل فانكو، وما بيلاقيش آثار لرجل ابنه عشان النعامة طبعا كانت بتمسحها زي ما قلنا. فساعتها بيفقد الأمل وبيرجع للقطيع بتاعه تاني، وكان مفكر إن هو عشان لقى آثار رجل النمر بس يبقى النمر كل ابنه كومبا. بس تومبي ما كانتش مصدقة اللي بيقوله، وكانت عايزاهم يخرجوا كلهم يدوروا عليه. بس طبعا باقي القطيع لما بيصدق إن هو يسمع الكلام ده عشان النحس يروح ويرجع المطر ليهم تاني.
ومن ناحية تانية كومبا واللي معاه بيكونوا وصلوا لبحيرة جميلة جدا، وكانوا فاكرين إن هي دي البحيرة السحرية، بس لما بينزل فيها شكله ما بيتغيرش، والحيوانات اللي هناك بتعرفوا إن دي محمية طبيعية وإن السياح بيجوا هنا عشان يصوروهم. وبعدها بيجي لهم أرنب وبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لهم إن هو عارف مكان البحيرة السحرية، بس قبل ما يكمل كلامه بيجوا عربيات السياح، والسياح بتفضل تصور في الحيوانات، بس بيطلع إن هم صيادين وبيعجبهم شكل كومبا عشان مختلف وأول مرة يشوفوه، ووقتها بيقرروا إن هم يصطادوه، وفعلا ضربوا عليه سهم مخدر، بس النعامة بتقف قدامه وبتاخد السهم ده مكانه، فكومبا على طول بيبدأ يجري من الصيادين، بس للأسف عددهم كان كبير وقدروا إن هم يحوطوه يمسكوه، بس لحسن حظه بيظهر بعدها الأرنب اللي كان مكلم كومبا، والعربية وقتها بتعمل حادثة، فالأرنب بينجح إن هو يهرب كومبا، وقال له بعدها إن اللي يعرف مكان البحيرة دي واحد بس، وهيلاقيه عايش فوق قمة الجبل اللي هناك، بس بعدها بيحذره عشان اللي فوق الجبل ده نسر وكان خطير جدا، فكومبا بيقرر إن هو يطلع الجبل. ومن ناحية تانية تومبي كانت بتحاول تقنع القائد سيكا إن كومبا لسه عايش، وبتحاول تخليهم يطلعوا يدوروا عليه، وفعلا بيقتنع سيكو بكلامها وبيقرر إن هو لازم يدور عليه من تاني. ومن ناحية تانية برضه النمر فانجو كان عمال هو كمان يدور على كومبا عشان ياكله، وكومبا واللي معاه كانوا فعلا بدأوا يطلعوا الجبل، وكانوا بيواجهوا صعوبات كتير، وفي حيوانات ظهرت لهم وحاولت تقنعهم ان هم ما يكملوش عشان النسر زي ما قلنا خطير جدا، بس ساعتها النسر بيجي وبيسمح لكومبا ان هو يطلع له. ومن ناحية تانية سيكو كان بيبدأ يتكلم مع القطيع بتاعه وبيعرفهم ان هم يخرجوا كلهم عشان يدوروا على ابنه، وان خلاص ما عادش فيه مية في المكان اللي هم فيه، فلازم يتحركوا عشان ما يموتوش. وبنرجع تاني لكومبا، النسر بيكون متضايق جدا منه وبيهجم عليه، فكومبا قال له ان هو مش جاي يضايقه وجاي عشان يسأله على مكان البحيرة، ونفسه يغير شكله عشان شكله ده عامل له مشاكل طول حياته. فالنسر بيشفق عليه وبيعرفه مكان البحيرة، وبتطلع البحيرة جنب كهف النمر بتاع فانجو اللي هو اصلا دلوقتي بيدور عليه، وبرضه حكاله قصة النمر فانجو وانه اتولد بمشكلة في عينه بس وقع في البحيرة، ومن ساعتها اتغير وحاسة الشم عنده بقت قوية جدا وخلته اقوى نمر صياد، ومن ساعتها وهو اتحول لنمر شرير وهدفه ان هو يأذي كل الحيوانات. فكومبا ما بيهموش الكلام وبيقرر برضه ان هو يكمل طريقه للبحيرة، بس ما بيعرفش اصحابه ان البحيرة جنب كهف النمر، بس وهم في الطريق بيقابلوا خروف وبيقول لهم ان الطريق بتاعهم ده نهايته الموت، بس اصحاب كومبا ما بيكونوش فاهمين ليه، فساعتها كومبا قرر يصارحهم بالحقيقة وقال لهم ان هم رايحين ناحية الكهف بتاع فانجو، فطبعا بيترعبوا وما بيرضوش يكملوا معاه الرحلة، فكومبا اتأسف لهم ان هو خبى عليهم وكمل فعلا الطريق لوحده. بس النعامة والجاموسة بعدها بيقابلوا النمر وبيحاولوا ان هم يهربوا منه، بس النمر بيكون سريع جدا وما بيلاقوش قدامهم حل غير ان هم يعترفوا له على مكانه وقالوا له ان هو رايح ناحية الكهف بتاعه، فالنمر بيسيبهم وبيروح عشان يلحق كومبا. فبعدها الجاموسة والنعامة قرروا ان هم يرجعوا تاني عشان يلحقوا صاحبهم. نرجع لكومبا. كومبا كان تعب من المشي في الصحراء ووقع وكان تعبان جدا، بس جات له الغزالة وأنقذته، ودي نفس الغزالة اللي زمان فتح لها السور ودخلها عشان تشرب من عندهم، وفعلا الغزالة ساعدته وأنقذته إن هو ما يموتش في الصحراء. ومن ناحية تانية قطيع الحمير كانوا فعلا خرجوا وعمالين يدوروا على كومبا في كل مكان، وبيلاقوا الأرنب اللي كان ساعده ودلوا على مكان النسر، وباباه عرف من الأرنب إن كومبا بيدور على البحيرة السحرية، وطبعا بابا كان عارف مكانها، فكده بيعرف إن هو رايح عند كهف النمر، فساعتها بيجري بسرعة عشان يروح يلحق ابنه. وكومبا بيكون وصل للكهف وبيخشوا من فتحة ضيقة وبيلاقي مرسوم على جدران الكهف القصة اللي مامته كانت على طول بتحكيها له، وأخيرا بيلاقي قدامه البحيرة السحرية. وفي نفس الوقت بابا بيكون وصل بره بس ما كانش عارف يخش الكهف عشان الفتحة كانت صغيرة جدا، وكومبا خلاص بقى واقف قدام البحيرة، بس ساعتها بيفهم كلام مامته ليه وبيعرف ان هو لو نزل وبقى شبه بقية القطيع مش هيبقى مميز ولا حاجة. وفي نفس الوقت بيظهر النمر وبيعترف لكومبا عن السبب اللي عايز ياكله عشانه، وعرفه ان في اسطورة بتقول ان النمر اللي هياكل الحمار الوحشي اللي نصه مخطط ونصه ابيض هيبقى اقوى نمر في العالم. وساعتها فعلا بيبدأ يطارد كومبا وبيقعدوا يخبطوا في المكان اللي بدأ فعلا ان هو ينهار عليهم، وحتى جدران الكهف من بره بدأت تتشقق والمية تخرج منها، والنمر فانجو كان لسه بيجري ورا كومبا، بس كومبا بيجيله فرصة وبيقدر يضرب فانجو برجله وبيقع فانجو من الكهف وبينزل فوقيه صخرة كبيرة، وبكده أخيرا كومبا خلص من النمر فانجو. بس بعدها الكهف بينهار وكومبا بيقع من فوق،
وبيتجمع حواليه القطيع بتاعه، وكانوا معتقدين إن هو مات. بس ساعتها المطر بينزل وكومبا بيفوق تاني، وطبعا كل القطيع عرفوا إن كومبا مش لعنة ولا حاجة، وفرحوا إنه لسه عايش. ومن بعدها عاشوا بعد موت النمر فانجو في سلام، وبنزول المطر انتهى الجفاف عندهم ورجعوا لحياتهم الطبيعية. وكومبا فعلا بقى مميز ومحدش بقى بيتريق عليه تاني. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.